مش هضيع وقتك وهنتكلم على طول. عمرك حسيت ان انت ضايع مرة واحدة وشغال على حاجة، في وسط ما انت شغال على حاجة انت فعلا حاسسها مهمة بالنسبة لك، لقيت نفسك مرة واحدة مش عارف تنجز اي حاجة وبتضيع في الوقت وقاعد تسكرول تعمل اي حاجة تافهة، ولا منك عملت الهدف اللي انت عايز تعمله، ولا منك انجزت في اي حاجة تانية انت عايز تعملها، حتى لو بتسمع مسلسل ملوش لازمة حتى مش قادر تكمله؟ ليه ده بيحصل؟ انا دلوقتي ما اكدبش عليك، انا دلوقتي كنت في الفترة الذهبية بتاعت اللي هي اول فترة ذهبية، وعادي الانسان ups and downs يعني، والموضوع بيروح ويجي، انت مش كل مرة هتمستر او هتحترف الحاجة اللي انت بتعملها من الاول، فاهمني؟ فانا اول مرة او اول عصر ذهبي ليا يعني كنت بنزل فيديوهين في الاسبوع تقريبا. كنت بعمل حاجات صعبة أوي إن بني آدم واحد يعملها، كنت بعمل صامب وبعمل فيديوهات وبعمل لهم أنيميشن ومونتاج وسكريبتات وأفكار، بجيب أفكار وبصحى من الفجر وبمنتج للفجر وبكون بشغف وما بزهقش خالص، كل زي الفل، والدنيا مشيت معايا تمام تقريبا شهرين وشوية على كده. تمام. فاللي حصل إن أنا جت عليا فترة امتحانات بسبب إن أنا لسه بدرس. امتحانات دي فشختني جدا، وقعدت اعمل حاجات كتير جدا سهرت ايام مش كنت عايز اسهرها خالص، وضيعت وقت كتير قوي. فالحاجة الغريبة اللي حصلت، لا مني ذاكرت كويس ولا مني عملت اللي انا عايز اعمله برضه. فانا اجلت الاهداف بتاعتي اللي انا شفت ان هو الهدف بتاعي. انت لما بتكون شغوف بحاجة معينة وهدف واحد بس بتسعى حواليه، انت ما بتضيعش وقت وبجد ممكن تصحى من الفجر وما تزهقش، ده انك شغال وبشغف، مش يجيلك حاجات اللي هي هبوط الطاقة المفاجئ اللي بيجي اغلب الناس ده. طب بجد لو انت شغال بحاجة انت شغوف فيها وشغوف اللي انت تملى هدفك ده، مستحيل تزهق، ومستحيل مهما كانت الحاجات اللي حواليك بقى، ضغوطات، صعوبات، الحاجات دي انت بتنساها، انت حرفيا بتحقق احلامك بجد. ف والفترة دي القناة بتاعتي عيلة 1500، انا مثلا كانت عندي 200 مشترك، في الفترة دي من 200 مشترك ل1500، تقريبا شهرين او شهر وشوية، وده انجاز. انا لغاية دلوقتي بشوف ناس بقول لك انا جبت 300 مشترك في سنة، جبت 400 مشترك في سنة. فلا انا عملت حاجة كويسة الحمد لله من فضل الرحمن يعني. فاللي حصل ان انا دلوقتي انا قناة تطوير ذات، فالمفروض ان انا بمنع الناس من العادات الوحشة، تدخين، بورد، اكل، وبحثك بقى على التمرين والحاجات الجميلة دي، صح؟ اللي حصل دلوقتي الحاجات الوحشة اللي انا ما كنتش بعملها دي، مفكر ان الحوار سهل، ومفكر ان الناس كلها ممكن تعمل كده لو كان عندها الاصرار، وفعلا كنت ملتزم بالحاجات دي طول مدة الشهرين اللي انا كنت مش نافخ نفسي فيهم. انا كنت شغال وبشتغل اكتر من اي حد ممكن تتخيله حواليا يعني، وكنت بنجز حاجات كتير بالهبل وما كنتش تعبان. بس اللي حصل بعد الفترة دي انا مش عارف ارجع تاني زي الاول. انا حرفيا بقالي اسبوعين بعمل في دقيقة في فيديو، مش عارف انجز فيها اي حاجة، مش بفتح، بكون صايم او بكون شارب قهوة يعني، وما كنتش صايم عشان الاكل ساعات بتقل الواحد يعني. بعمل كل حاجة ممكن تتخيلها، مش عارف انجز، مش عارف اعمل اي حاجة في الدقيقة دي بالذات، ولا عارف انجز حاجة حواليها، وفي نفس الوقت بضيع وقت كتير ولا نفسي قاعد سكرول. وانا اصلا ما كنتش بسكرول، انا بقالي سنة كاملة مسح السوشيال ميديا من عندي، ما بسكرولش ولا بعمل اي حاجة من الحاجات اللي انت ممكن تتخيلها وحشة دي. لقيت نفسي بسمع انمي تاني، لقيت نفسي رجعت للبورد، رجعت لحاجات وحشة انا كنتش متخيل ان انا هرجع لها تاني او في الليفل اللي انا فيه ده. فالحوار كان صعب، الحوار فترة فعلا رخمة. ليه ده حصل؟ بسبب ان انا بجد بجد حتة عن الطريق بتاعي، شغ... آه... ربطت نفسي بهدف مش بتاعي، بهدف انا مش عايزه.
عملت حاجات انا مش عايز اعملها، فاتحرقت. فانا مش عارف دلوقتي ارجع نفسي تاني. ده اللي حصل يعني. ازاي هرجع تاني؟ انا خدتها واحده واحده، والمفروض ان ده يحصل. يعني لو انت رجعت لحاجه زي كده، المفروض في الطبيعي لو انت انسان طبيعي وانت مش عارف الحاجات اللي احنا بنحكي فيها والحاجات اللي احنا بنحلها، بعد الفتره اللي انا بحكي لك عليها اللي انا كنت فيها من شويه دي، هيجيلك اكتئاب. وحصلت لي فعلا وجات لي اكتئاب قبل كده يعني. وبقعد بقى بالسنه والسنتين مفيش اي انجاز ولا في اي حاجه ولا اي خرم اللي احنا بنحكي فيهم ده. فاللي حصل او المفروض يحصل يعني، ان انت بتلزم روحك بعادة بسيطة جدا ان هي تطلعك من الحوار ده. صفحة واحدة من القرآن كل يوم، صفحة واحدة ورد، صفحة واحدة بقراها مهما حصل. مهما حصل، بحيث ان ده يكون الخيط اللي انت هتجر بيه نفسك من الضلمة عشان تطلع تاني الحاجات اللي انت نفسك تعملها. تمام. بس خلي الشمس كده بس عشان تعرف تشوف الجولاين. المهم، فانت لما تكون عندك عادة بسيطة او تافهة بمعنى الكلمة، خصوصا لو دي عادة كويسة زي اللي بقولك عليها دي بتبقى زي الخيط، زي ما قلت لك، بتجرك من الضلمه اللي انت فيها، بتجرك لحاجه تانية. فانا ما سمحتش لنفسي ان انا اخش في فتره الاكتئاب دي تاني، ما سمحتش لنفسي ان انا اخش في فتره الضياع اكتر من كده. لقفت نفسي من على الوش زي ما نقول كده، فاهمني؟ ما لحقتش اقع في الحفره بالكامل. فاللي حصل ان انا كنت خلاص ما كنتش بعمل ولا اي عاده من اللي انا كنت ملتزم فيها. فصفحه الورد، بعد ما زهقت من صفحه الورد 3 4 ايام كده، زودت عليها ان انا بدات التزم في خطه التمرين بتاعتي انا اللي انا ما كنتش ملتزم فيها. بقى حرفيا كل يوم بيعدي عليا ان انا لازم اتمرن تمرينه شبه قاسيه جدا، وبيبقى فيها كارديو وبيبقى فيها وجبرت نفسي، وقلبي كان هيوقف ساعات، وكان كل الحاجات الجميله دي. بس انا عارف نفسي ان انا لو ضيعت يوم واحد كاني هديت اللي انا بنيته كله. حوار عامل زي الليجو كده. فلا، ما سمحتش لنفسي ان ده يحصل، ونزلت غصب عني وضربت نفسي بالجزمه ونزلت واتمرنت وظبطت الدنيا. فبس فكرة من اللي انت، الحالة اللي انت فيها دلوقتي، المفروض الفيديو ده طلع لك بسببها. انت دلوقتي انت ضايع، حاسس ان انت عارف ان انت في حاجات كتير عايز تعملها ومش عارف تعملها، حاجات كتير عايز تنفذها ومش لاقي وقت، او بتمثل ان انت مش لاقي وقت، وفي الاخر بتضيع وقتك كله في حاجات عبيطة ملهاش اي 30 لازمة، وبتحسسك في الاخر ان انت اصلا مش مبسوط، وان انت برضو ما انجزتش حاجة، فبتكتئب اكتر وتخش في الدايرة دي اكتر واكتر، والحوار مش بيبقى مريح خالص. فالحل زي ما قلت لك، عادة بسيطة انا بتاعتي خدتها ورد القرآن صفحة واحدة، اليوم ما يعديش الا لما اعملها. ولما تزهق منها ضيف حاجة عليها. بس انت لما اصلا اول ما تزهق منها هتكون انت خدت العزم اللي انت تعمل حاجات اكتر من كده، فاهمني؟ فالحوار هيكون مريح بالنسبة لك. انا ممكن يبان لك ان انا حكيت في نفس النقطة اكتر من مرة، بس لا، صدقني الحوار مستاهل يتعاد، ولو سمعته اكتر من مرة بتفرق، كل مرة بتبقى غير التانية. تمام. فبس